أن كل من داعش وحزب العمال الكردستاني لهما كلاهما يتقاطع مع سوريا، وسلبا أو إيجابا لهما تقاطعات حادة مع الوضع السوري ومع الأزمة السورية. ما رأيك من فضلك؟ يعني أخي معتصم، يعني أنا تابعت كافة الحوارات من السادة الضيوف، وكنت أتمنى أن نكون بعيدين جدا عن الإنشاء أو المواضيع الإنشائية وسرد حقائق وما جرى هنا أو ما جرى هناك، وسقط رئيس وسقط وزير وسقط أمير. يعني هذه الأمور لا تفيدنا بشيء على الإطلاق. وكما رأيت بأن هناك من يراهن على أن ما قبل الاتفاق النووي الإيراني غير ما بعد الاتفاق النووي الإيراني، وكأن الأمور ما زالت مرهونة بإيران، أو أن النظام ومؤيدوه ما زالوا يطمحون إلى دور إيراني في المنطقة. أقول بأن تركيا اليوم، يعني حتى أنني أختلف مع الصديق والأخ خليل العجيلي فيما ذهب إليه، فتركيا اليوم إن أردنا أن نعود للواقع أو للقانون أو للاتفاقيات الموقعة بين تركيا وسوريا، ولا سيما اتفاقية أدنا لعام 1998 وفي ملحقها الرابع، هناك اتفاق على أن يحق لتركيا التدخل في العمق السوري على عمق 5 كيلومتر في حال تهديد أمنها أو تعرضها لأي اعتداء. أيضا المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة من الفصل السابع تعطي الدول حق التدخل ومن ثم إبلاغ مجلس الأمن. طبعا التدخل التركي اليوم في سوريا، تركيا تدخلت في الشأن السوري منذ بداية الصراع في سوريا ومنذ بداية الثورة السورية. أقول بأنها وقفت إلى جانب الشعب السوري بغض النظر عما حققت من هذا الوقوف من أرباح أو من عائدات أو من أمور سياسية أخرى أو مكاسب سياسية أخرى. ولكن تركيا في الحقيقة اليوم هي بقصفها لداعش أو بضربها لداعش، في الحقيقة هي لا تريد ضرب داعش. يعني يجب علينا أن نكون واقعيين ومنطقيين، لأننا نعلم بأن تركيا لم تقف إلى جانب التحالف على الإطلاق منذ 10 شهور تقريبا، وطيران التحالف يقصف مواقع داعش بعد هجومها على عين العرب. أيضا المطارات التركية بقيت مغلقة في وجه الطائرات الأمريكية نظرا لعدم التوافق على أسس لعملية التدخل في سوريا. والكل يعلم بأن تركيا تريد إقامة منطقة حظر جوي أو منطقة آمنة في الشمال السوري. التدخل التركي اليوم هو له حججه وله ذرائعه. تركيا في الحقيقة ضربها لداعش هي تريد القضاء على ما يسمى الحلم الكردي. هذه هي الحقيقة. يجب علينا أن لا نكابر وأن لا نغمض أعيننا عما يجري على الساحة في المنطقة. جميعنا يعلم بأن هناك فصائل من بعض الأكراد كأحزاب البي دي والبي كي كي يريدون إقامة مناطق حكم ذاتي أو إقليم كردستان سوريا. هذا الموضوع لا يمكن أن توافق عليه تركيا، وقلنا ذلك سابقا، لأن هذا سوف يعرض الأمن التركي وأمن المنطقة بالكامل إلى فوضى عارمة، وخاصة أن في تركيا ما لا يقل عن 15 مليون كردي. في حال وجود دولة كردية في الشمال السوري إضافة إلى إقليم كردستان، هذا يعني أصبح بأن حلم الدولة الكردية يجب أن يتحقق من خلال دمج الأراضي التركية التي يتواجد بها الأكراد. لذلك من هنا أقول بأن التدخل التركي لن يكون على الأرض على الإطلاق، وسيبقى مثله مثل التحالف، ولكن بطريقة أدق. يعني قد الهدف منها ضرب ما يسمى وحدات الحماية الكردية بحجة ضرب الدواعش في الشمال السوري. نعم دكتور، أشكرك. دكتور، إذا أنت ترجح أن تقتصر هذه الحملات على ضربات جوية، لن يتم تدخل بري. إذا لم يتم التدخل بري، لماذا إذا يصر تركيا، وليس الآن فقط وإنما تصر منذ فترة ليست بالقصيرة، على إنشاء منطقة آمنة
بعرض 100 كيلومتر وعمق 40 كيلومتر. لماذا هذا الإصرار والذي تكرر مجددا؟ الأتراك الآن يطرحون هذا المشروع مجددا. لماذا إذا كان الأمر سيقتصر على ضربات جوية؟ يعني تركيا لا يمكن لها أن تتدخل بريا إلا إذا وافق حلف الناتو أو وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على هذا التدخل البري. تركيا تريد إقامة منطقة آمنة أو تدعو لإقامة منطقة آمنة يتم من خلالها إما إجبار اللاجئين السوريين في تركيا، وطبعا المقصود بهم العرب تحديدا، يعني السوريين العرب، إجبارهم على الإقامة في تلك المناطق أو ترغيبهم لإقامة مخيمات في داخل الأراضي السورية. الهدف من هذا كما قلنا هو قطع شريان التواصل بين المناطق الكردية، ولا سيما إذا علمنا بأن جميعنا يعلم بأن الأكراد يتواجدون في الشمال السوري في عفريت وعين العرب والقامشلة، إضافة إلى بعض المناطق الأخرى. هذه المناطق منقطعة عن بعضها، ليس بينها تواصل بشكل مستمر. لذلك عندما تطمح تركيا إلى إقامة هذه المنطقة، إذن هي قضت على الحلم الكردي بإقامة كيان مستقل في الشمال السوري. نعم، إذا كان الأمر كما تفضلت دكتور، إذا ما الذي يمكن أن يغير هذه الصورة؟ ما الذي يمكن، بعبارة أخرى، ما الذي يمكن أن يوقف الهجمات التركية على داعش، وكذلك فيما يتعلق ب حزب العمال الكردستاني PKK؟ يعني لا أعتقد بأن تركيا ستوقف على الإطلاق حملتها ضد حزب PKK أو حزب الBYD، حزب العمال الكردستاني. يعني جميعنا يعلم بأن وخاصة بعد أن أعلن حزب العمال الكردستاني بأن حالة السلم أو الهدنة التي كانت قائمة بينه وبين الجانب التركي قد انتهت. يعني هذا يعني بأن الحزب أعلن الحرب على تركيا، وبالتالي هذا يعطي تركيا حقا مشروع بملاحقة الأكراد أو تلك التنظيمات التي أعلنت عداءها لتركيا، وخاصة في الشمال السوري وفي الشمال العراقي. وطبعا يعني حتى مسعود البرزاني رئيس اقليم كردستان العراق هو يتفهم الحالة التركية او الذي تريده تركيا. لهذه الاسباب كلها تركيا لن تتوقف على الاطلاق، واعتقد بان هناك تفاهم نوعا ما بينها وبين الولايات المتحدة الامريكية على ما يجري اليوم في سوريا. ونعتقد بان هناك من الاخبار ما قد تبشر بالخير من خلال التقرير الذي سيقدم لمجلس الأمن من قبل ستيفان دي مستورا بعد انهائه لجولاته المكوكية، وهو يحرص الآن على إعداد تقريره. ونتمنى بأن يكون هذا التقرير هو التقرير النهائي لستيفان دي مستورا الذي اختلف في عمله السياسي حقيقة عن سابقه الأخضر الإبراهيمي. وننتظر من مجلس الأمن أن يكون هناك قرار بتوافق جميع أعضائه، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. نعم دكتور، أنا استرعى انتباهي أنك تركز على أن تركيا الهدف، وكما فهمت من كلام فإن تركيا هدفها الأساسي من هذه الهجمات هو تحجيم الأكراد إن صح التعبير، تحجيم أو قطاعات أو أحزاب كردية معينة بعينها. لكن هنا تساؤل، ماذا عن داعش؟ هل هو فك لارتباط، انهاء العلاقة، طلاق، تغير في الموقف؟ ماذا عن الموقف التركي من داعش الآن؟ هل إلى أي حد اختلف، بصرف النظر عن النقطة التي انطلق منها، إلى أي حد اختلف؟ ما قراءتك للوضع الآن، وإلى أين ستتوجه هذه العلاقة بين الطرفين في المستقبل المنظور من فضلك؟ أخي معتصم، لو قلت لي جبهة النصرة أو حركة أحرار الشام أو باقي التنظيمات الإسلامية الموجودة في سوريا والتي أحيانا تصنف بأنها متطرفة، نعم. لو ذكرت تلك الفصائل أقول لك بأن تركيا لن تقطع علاقتها أو تواصلها مع تلك التنظيمات. أما داعش هي موجودة بعامل الزمن الموجود حاليا اليوم. يعني بمجرد رحيل النظام في سوريا داعش سوف تنتهي. وتركيا على فكرة يعني
تريد إسقاط النظام. أصبحت اليوم هي في حاجة لإسقاط النظام حفاظا على مناطقها وعلى حدودها التي تعتبرها حدود شرعية. النظام اليوم جميعنا يعلم بأنه في سوريا النظام بعد اتفاقية أدنا عام 1998 أسقط من حساباته بالكامل لواء اسكندرون وكيليكيا، تلك الحدود أو تلك الأراضي أو الأجزاء المقتطعة من سوريا. بعد الموقف العداء الذي أصبح اليوم بين تركيا وبين النظام، تخشى تركيا أن يتم إلغاء تلك الاتفاقيات أو ما وقع، وبالتالي تعود سوريا للمطالبة بلواء اسكندرون وكيليكيا، وبالتالي إلغاء الاتفاقية التي كانت موقعة بين الحكومة التركية والحكومة الفرنسية عندما كانت سوريا تحت الانتداب عام 1939. لذلك تركيا اليوم ستعمل جاهدة قدر الإمكان على الأقل تأمين سماء منطقة معينة تسميها منطقة آمنة، يتم من خلالها تعزيز الفصائل المعارضة لكي يتم الضغط من خلالها على النظام. يعني عندما تكون هناك مناطق آمنة تعتبر هي مناطق حظر جوي، وبالتالي لا يستطيع النظام على الإطلاق التقرب من هذه المناطق، لأنه سوف يدخل في صراع لن يقدر على مواجهته، وبالتالي ستنتقل المعارضة باتجاه الداخل السوري أو باتجاه الساحل السوري أو باتجاه العاصمة دمشق لإسقاط النظام. وهذا ما لا تريده الدول جميعها، وحتى مجلس الأمن يريدون أن يكون هناك ضغط على النظام من أجل الجلوس إلى طاولة حوار أو إلى طاولة سياسية يتم من خلالها تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من خلال بجنيف واحد. وأعتقد بأن هناك بعض التعديلات التي ستطرأ على بنود جنيف واحد أو على تفسير بنود جنيف واحد من خلال ما سوف يتخذه مجلس الأمن نهاية هذا الشهر. نعم دكتور عماد، إذا الصورة الآن أصبحت أنها هذه هي فصم للعلاقة ما بين تركيا وداعش أيا كانت. تساؤلي، هذا الفصم والقصف التركي لداعش داخل الأراضي السورية، رغم أن الكثيرين وربما السواد الأعظم يتفق بأن مع رأي القائل بأنه لا تدخل أجنبي أيا كانت المسوغات والأسباب من حيث المبدأ، لكن رغم ذلك فإن استهداف داعش من قبل تركيا ربما سيعود بالفائدة على وضع، دعنا نقول، سوريا بشكل عام. سوريا ليس النظام وليس المعارضة، وإنما سوريا الوطن. ما الذي يمكن أن يحدثه هذا القصف من تغيرات إيجابية إن وجدت في الوضع السوري في تقديرك يا دكتور؟ هلا يعني هذا إن وجدت تستمر بعملية قصف داعش يعني في المناطق الحدودية، لا أعتقد بأن ذلك سوف يؤثر كثيرا على الشعب السوري أو على سوريا بالكامل. نعم. لأن داعش جميعنا يعلم بأنها أصبحت في العمق السوري، يعني أصبحت اليوم في وسط سوريا، هي اليوم في تدمر. هي يعني اليوم مساء داعش دخلت إلى مطار التيفور، يعني أصبحت على مشارف مدينة حمص. يعني ما يهمنا كثيرا بأن تركيا المشكلة لا تستطيع التوغل إلى العمق السوري، يعني قد تستطيع إبعاد داعش. يعني حتى فرضنا جدلا بأن هناك عداوة مفترضة بين تركيا وبين داعش، قد تستطيع طرد داعش من الحدود الشمالية إلى العمق السوري أو الداخل السوري لمسافة لا تتجاوز 40 أو 50 كيلومتر. ولكن هذا الحل لن يجعل تركيا مرتاحة على الإطلاق، وإنما هذا سوف يشكل لها نقطة أرق خوفا من أو توجسها من الموقف الكردي أو الطموح الكردي بإنشاء كيان. لذلك هي تحاول ضرب داعش من جهة وضرب حزب العمال الكردستاني، أي عملية اصطياد عصفورين بحجر واحد، وتحت غطاء إعلامي أو تحت غطاء الدفاع عن النفس استنادا إلى مواثيق الأمم المتحدة. نعم دكتور، ولكن حتى إن هي تمكنت، تقول تركيا لن تتوغل في الداخل السوري وستحاول القضاء على أكبر قدر ممكن، أما من يفر إلى الداخل السوري فلن تلاحقه. تساؤلي، إذا سرنا في نفس الخط، ألن يكون ذلك إذا ما انتقلت بعض قوات داعش إلى الداخل السوري، ألن يكون ذلك مثيرا لقلق تركيا في المستقبل أيضا، باعتبار أن
هي مسافة سكة أو مسافة درب يقطعوها ليعودوا مرة أخرى إلى المناطق المتاخمة لتركيا، ويبدأ الصداع المزمن للأتراك مرة أخرى. إذا أليس من الأجدى، أو هل يمكن القول أن تركيا ستسعى للقضاء بشكل مبرم على داعش، أو توجيه ضربة مميتة لهم وتترك بقية الفصائل الموجودة على الأرض، سواء أيا كانت الفصائل الموجودة على الأرض السورية، تتكفل ببقية المهمة؟ ما رأيك بهذا الطرح؟ أخي معتصم، كما قلت في بداية حديثي، أن نريد الابتعاد عن الإنشاء، وأن نقرأ الواقع ونقرأ الحقيقة. تركيا دولة يعني عسكريا يعتبر جيشها من الجيوش المعتبرة أو المعروفة في العالم، ولا سيما بأنها عضو في حلف الناتو. نعم. يعني عندما سوف يكون هناك معارك أو تعرض الأمن القومي التركي لتهديد، حلف الناتو لن يقف مكتوف الأيدي. ثم يجب علينا أن نتذكر أو أن نعلم بأن ما يقوم به التحالف الغربي اليوم ضد داعش ما هو إلا مسرحية هزلية، وهذا الكلام قلناه منذ شهور، والدليل على ذلك وقلنا حينها بأن محاربة تنظيم داعش إن لم يترافق بوجود قوات برية على الأرض وقوات مساندة لن يتم القضاء على تنظيم داعش. لو جعلنا هناك نوع من المقارنة أو الموازنة بين تنظيم داعش وبين قوات الحوثي في اليمن ومعهم علي صالح والحرس الجمهوري، ونحن نعلم بأن هناك الكثير من ألوية الجيش اليمني التحقت بالحوثيين ومع علي صالح، ولكن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية استطاع تحرير عدن من خلال وجود قوات برية على الأرض، وأيضا إنزال بعض القوات على الأرض، ولم يستغرق ذلك زمن طويل. بينما ما زلنا اليوم في سوريا والعراق، وحسب الساسة الأمريكيين وتصريحاتهم العسكرية يقولون بأننا نحتاج لدحر داعش إلى ما لا يزيد عن 10 سنوات، وحتى أحيانا في تصريحاتهم إلى 20 عام. يعني هل يعقل بأن كل تلك القدرات العسكرية سواء الجوية وسواء البرية أو التعداد الهائل لتلك القوات أن لا تستطيع دحر تنظيم؟ وأنا أؤكد هنا بأن فصائل الجيش الحر السوري إن توفر لها السلاح الكامل تستطيع لوحدها القضاء على تنظيم داعش. وأكبر مثال لدينا وأكبر دليل ما فعلته قوات الحماية الكردية وفصائل الجيش الحر بطرد داعش من مدينة عين العرب كوباني، وأيضا دحرها من العديد من المناطق. إذن ليس هناك من خوف من داعش في المستقبل، وحتى داعش أريد وأؤكد بأن وجودها في سوريا مرتبط بوجود النظام، وبرحيل النظام تنتهي داعش وترحل مع النظام تماما. نعم، ويبقى هذا أيضا مثار تساؤل دكتور. فرضية بلا شك ومطروحة ومطروقة، وتحتاج ربما إلى بعض البحث والتنقيب، هذا الارتباط محل تساؤل. على العموم يبقى الواقع بلا شك كثير التعقيد، العديد من الخيوط المتشابكة نجدها في هذه المعادلة التي تسمى